السلام الله عليكم أعزائي المستمعين ورحمته وبركاته. ها نحن عبر أثير إذاعة روتانا اف ام يتجدد لقاءنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم هنا فن. اللي بلا شك كما عودناكم نطلع عليكم في كل يوم سبت في تمام 10 مساء. وباعتقادي فكرة البرنامج باتت واضحة للجميع من خلال الحلقات السابقة للبرنامج، ولكن في البداية وكفرد من أفراد هذا الوطن الغالي أتوجه لمقام سيدي ووالدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى ذوي المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، وإلى جميع أفراد الأسرة الحاكمة بأصدق وأخلص عبارات التعازي في رحيل سلطان الخير، هذا العلم الذي غاب عنا ولكنه سيبقى حاضرا بقلوبنا وأذهاننا بذكره الطيب وإنجازاته التي ستبقى كأساطير راسخة تروى كل ما ذكر اسمه. لذا أعزائي أعزي نفسي وكافة شعب مملكتنا الحبيبة في رحيل أبا خالد، والذي نسأل المولى أن يتغمده في رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأيضا أعزائي نهني أنفسنا بتولي سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولاية العهد، ونسأل العلي القدير أن يحفظ لنا بلدنا ومليكنا ويمده بالصحة والعافية، ويوفق سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز في ولاية العهد، وأن يكتب لنا الله تعالى على أيدي قاداتنا وولاة أمورنا كل ما فيه خير وصلاح لهذا البلد. أرحب فيكم أعزائي مرة أخرى، وباسمي وباسمكم أرحب بضيوفي لحلقة هذا اليوم، وهم الأستاذ الملحن الأستاذ عبد الله البريكان. مساك الله بالخير أستاذي. عبد العزيز. ألو. أيوة أخوي. حياك الله أستاذ عبد الله. كيف حالك يا عبد العزيز؟ يطول لي عمرك، سعيدين أنه موجود معانا اليوم. الله يطول عمرك، وأنا أسعد أيضا كذلك، وسعيد بالبرنامجكم هذا وإن شاء الله ربنا يوفقنا بهذا البرنامج. الله يحييك يا أستاذي، بلا شك احنا مبسوطين وسعيدين كونك اليوم أحد ضيوفي لحلقة هذا اليوم، وأيضا نمسي ونرحب أيضا بضيفي الآخر لحلقة هذا اليوم، وهو الشاعر المبدع والجميل علي الغامدي. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور أخوي علي. حبيبي، إيش أخبارك؟ الحمد لله. الصوت واضح؟ صوت واضح. حلو. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالنور والسرور. مسي عليكم بالخير ومسي على المتابعين إذاعة روتانا اف ام. المسي على علي. حياك الله حبيبنا أستاذنا، كيف حالك؟ الله يطول عمرك. خير الدكتور. حياك الله حبيبي، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. والله ما أخيرا ما تقابلنا إلا في بس. وين الناس؟ أنت غايب. طيب أنت غايب، وينك؟ يبدو إنه في عتب بين ضيفين اليوم. أي والله يقول لك وين الناس يا سيدي، أنت تعرف مشاغل الفنان ومشاغل يعني، لكن موجود إن شاء الله. هذا موجود معك الآن. ضيوف الكرام، أنا مرة ثانية أجدد لكم التحية وأرحب فيكم، وسعيد بلا شك أنه أنتم موجودين معي لحلقة هذا اليوم. بس كما هي العادة نذكر السادة المستمعين اللي حابين يتواصلوا معنا ويبدوا آرائهم حول ملامح العمل الغنائي اللي حنطرحه من خلال حلقتنا لهذا اليووم، ما عليكم إلا مراسلتنا على الأرقام التالية: للمشتركين الاس تي سي على 835252، ومشتركي موبايلي على 636388، ومشتركي زين 732020. طبعا بلا شك ضيوفي لحلقة هذا اليوم يعني ما شاء الله تبارك الله أسمائهم بحد ذاتها تعريف. يعني إذا تكلمنا مثلا على سبيل التلحين عن الأستاذ عبد الله البريكان، يعني ما شاء الله تعاونات جدا رائعة مع كبار الفنانين، أمثال الفنانة نوال وأمثال الفنان سعد الفهد وأيضا طلال سلامة ووعد، يعني ما شاء الله كوكب هائلة من الفنانين. أشكرك أخوي. وبرضه حبيب قلبي يا أخوي الشاعر المبدع علي الغامدي، يعني ما شاء الله أنت برضه كنت ضيف معي في إحدى الحلقات السابقة. اي بالضبط، احنا كنا ضيوف قبل، بس المرة هذه لأنه يعني أهمية الموضوع فقلنا نشارك مرة ثانية، نتشرف تواجدنا معكم دائما. يطول لي عمرك، كلكم ذوق، وبالعكس مثل ما قلت احنا سعيدين بوجودكم معي خلال هذه الحلقة. فالآن
يعني أخوي علي، مثلك عارف الآن الأحداث اللي صايرة اليومين هذه المتمثلة برحيل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، وأيضا بالشيء المبهج والمفرح وهو تولي سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولاية عهد هذا البلد الأمين. فما أدري إيش موضوع النص اللي ممكن تشاركنا فيه. أول شيء نعزي الشعب السعودي، الأمة الإسلامية، رحيل سلطان الخير، نعزي أنفسنا قبل هذا الكلام. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. نوجه رسالة للملك عبد الله، الله يجعل ذخر لنا إن شاء الله. اللهم آمين. في نفس الوقت نقول للأمير نايف الله يكون بعونك إن شاء الله في منصبك الجديد ولاية العهد، عسى الله يسخرنا جميعا لخدمة هذا البلد العظيم إن شاء الله. اللهم آمين اللهم آمين. فبس أنا يعني دائما الحدث هذا اللي صار الأخير اللي هو رحيل الأمير سلطان، كان الجميع يتكلم عن يعني عن الأعمال الخيرية وعن صفات الخير. أنا أخذت الموضوع من لجهة مختلفة. أنا حبيت إني يعني أعزي الملك عبد الله على طول يعني. فأنا كتبت يعني قصيدة نسمع بدايتها هنا الآن، لأن إن شاء الله يعني تنشر قريب في المجلات في الصحف. جميل. أنا سمعكم بدايتها، هي رسالة موجهة للملك الله يحفظه ويبقيه. اللهم آمين. فنقول له يقول حنا يمينك كلنا اليوم سلطان، جعل البقى براسك يا ابو الشعب هونك. حنا يمينك كلنا اليوم سلطان، جعل البقى براسك يا ابو الشعب هونك. ما خاب من نايف عضيده وسلمان، عون الله ثم الشعب حولك وعونك. حنا يمينك كلنا اليوم سلطان، جعل البقى براسك يا ابو الشعب هونك. ما خاب من نايف عضيده وسلمان، عون الله ثم الشعب حولك وعونك. لا هانت دموعك ولا خاطرك هان، لا هانت دموعك ولا خاطرك هان. عل المصايب دون شعبك ودونك. ما مات من خلف وعامل بالإحسان، ما مات من قضى حياته يصونك. ما زال وأصبح كان وندريبه وش كان، هذه الخلايق تدعي شوفة عيونك. الله الله. حنا يمينك كلنا اليوم سلطان، جعل البقى براسك يا ابو الشعب هونك. الله الله، صح لسانك. كلام أكثر من رائع. ما أدري أخوي عبد الله توافقني في الرأي ولا؟ حسب ذلك. لا أكيد أوافقك طبعا. للدكتور علي الأستاذ علي جيد جدا في تصويره للحدث وللكلام. فمن الشعراء اللي قدرة ما شاء الله عليه. ما عليك زود أستاذنا. أي والله. فالأستاذ علي يعني غني عن التعريف والإمكانيات. وهم ودي أقول الصراحة إني أعزي أولا الأمة الإسلامية والشعب السعودي والأسرة المالكة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الملك عبد الله وولي عهد الأمير نايف بن عبد العزيز. وأتمنى لهم إن شاء الله طولة العمر، والله لا يحرمنا منهم إن شاء الله جميعا. آمين آمين يا رب. بلا شك. اللهم آمين اللهم آمين. بس أنا في حاجة بسألها الآن. ضيوف الكرام، هل سبق كان في تعاون بينكم مسبقا؟ أي فيه. أخذت من الأستاذ علي كذا قصيدة ولحنت منها 2، ولكن للأسف من كثرة الألحان صرت أنسى هذا من هذا، ولا موجودة عندي. صحيح. ولا كان الكمبيوتر هذا اللابتوب جديد يعني، موجودة في الهارد ديسك، ما نزلت الأشياء هذه كلها. ولا بحثت عنها، لكن كان الوقت ضيق يعني. قبل البرنامج ب10 دقائق، فحسيت اني لا ما في وقت. ولا عندي طبعا وسمعت هذا يعني. واعتقد هو عنده نسخه من بعض الالحان. سمعت. اي والله سمعت عملين، لكن صراحه انا كنت انا مقصر في التواصل يعني. انا ما يعني المفروض يعني انه ليه عادي. ايوه ليه عادي. من الاول تقول ما حد يشوفك. انت طيب يعني على الهواء لازم شويه كذا. الحمد لله.
انا لك الحق والله. انا اللي يهمني في الموضوع اخوي علي، وايضا ولا هنا اخوي عبد الله، ان في تعاون بينكم مسبقا يعني. في عمل ثاني اشتغلنا عليه برضو، كان اوبريت كان اوبريت عن سلامة الامير محمد بن نايف. نعم اي صح، نعم اي والله. هذا نزل. ايوه هو ناسي شكله اخوي عبد الله. اي بالضبط. لا هذا نزل وموجود على الفيسبوك. موجود. الايام الاعتداء من الفوضويين الغوائيين اللي على الامير محمد بن نايف. اي نعم، فسوينا حاجه على المناسبه هذه، موجود في الفيسبوك وفيديو بعدين. حلو. طيب احنا حنخوض ونتكلم في الموضوع هذا، ونرجع نتكلم في النص اللي طرحه الشاعر الجميل علي الغامدي. بس نطلع اول فاصل لحلقة هذا اليوم ونرجع نكمل معكم هوانا فن. لازلنا متواصلين معكم أعزائنا في برنامج هوانا فن، وضيوفي الحلقة هذا اليوم مثل ما ذكرت قبل ما نطلع البريك السابق هم الملحن الجميل والرائع الأستاذ عبد الله البريكان، والشاعر المبدع علي الغامدي. مساكم الله بالخير ضيوف الكرام. عسى ما نكون طولنا بس بالفاصل. يعني كلك نظر. لا هو لأنه أصلا كان في مشكلة الظاهر في الاتصال تقريبا قبل شوي عند أخوي الأستاذ عبد الله البريكان، فأعتقد الآن الصوت صار واضح. الآن كويس ها؟ الآن أوكي. كويس. حلو. صوتها بعيد شوي. كيف؟ صوت بعيد. الصوت بعيد صوتي ولا؟ لا انت صوتك ما شاء الله واصل عند الجيران. لا انا اتكلم على فكاهي يا علي، انت فكاهي. ما تسمعني يا علي. تعلمنا منك. طيب انت ما شاء الله. طيب اوكي مو مشكله اخوي عبد الله، الله لا يهينك، ارفع له صوتك شوي بس على اساس نرضي غروره. اي بالضبط، كانك حاس. انا في طبيعتي بتكلم دائما بصوت واطي غير لما اغني. اوكي اجل اعطينا النص مره ثانيه اخوي علي على اساس يغني الاستاذ عبد الله. استاذ عبد الله نقول النص هذا ولا نقول شيء ثاني كذا للوطن؟ هو في شيء للوطن، سمع للوطن. هو في شيء بالضبط، في شيء انت علي قلت لي في شيء زي اوبريت او حاجه انت عاملها. اي والله في اوبريت كتبناه عن الوطن، عن الموحد، لكن ما تم ما اتفقنا في الاخير. في فكره سمعكم يا ليت نقول اللوحه الاولى. يلا. يقول: يا وطن يسعد ترابك، يا وطن يسعد ترابك، واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك. يا وطن يسعد ترابك، واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك. نذكرك في كل سيرة، ندعي ربي لك ثوابك. ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة في كتابك، ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة في كتابك. ما يخيب اللي يحبك واعتذابك واحتمابك، دامك انت يا إلهي فاتح للكل بابك. يا وطن يسعد ترابك. الله الله الله، صح لسانك. حلو صح لسانك. صح لسانك. هذه كانت لوحة من ضمن 5 لوحات تقريبا، فكانت هذه اللوحة الأولى. يا وطن الله، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا. ايوه لون الموضوع معك؟ ايوه بقوله ثانية كذا يعني بس. يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك. لحظة. ايوه قول كمل. يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك. طيب. نذكرك في كل سيرة. ايوه. ندعي ربي لك ثوابك. ثوابك ثوابك. ايوه هذا بيت. هذا ما شاء الله اخوي عبد الله، انت قاعد تكتب؟ ايه ما شاء الله مسرع. انا ما مداني الحقها يا ابوي عيد لا حسب التعود وانا فوق. ما شاء الله تبارك الله. انا توي في وطن يسعد ترابك. لا والله احيانا الشاعر جنبي وهو حافظ الكلام ولا في عندنا ورق، انا ماسك العود، فهو يقول ما شاء الله يقول البيت انا ذا واللي بعده. اي والله ما شاء الله تبارك الله. تتكلم عن خبره يا عبد العزيز، ايش قاعد تقول انت؟ اي بس انت يا اخوي داز بعد الله يصلحك، يعني انت قاعد الحق انا بتوي يا وطن يسعد ترابك، ايش باقي يعني ما ادري. الحمد لله استاذ الله يعني.
ما شاء الله، الله لا يضرك يا أخوي وأستاذنا وضيفنا الجميل الملحن عبد الله البريكان. طيب الآن سمعنا إحنا لها تكملة ولا تكمل؟ نقول لكم ليه؟ هذا مذهب اللي عندك، نقول لكم ليه؟ ما يقول معلش. يقول ربي هذه الأرض أرضك. أيوة. اللي مذكورة في كتابك. اللي مذكورة ها؟ إيه. أيوة. ما يخيب اللي يحبك. أيوة. واعتذارك واحتمالك. ما يخيب. أيوة. دامك أنت يا إلهي. دامك أنت يا إلهي. نعم. أيوة. فاتحن للكل بابك. أقرأها لك. تفضل. يا وطن اسأل ترابك واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك، نذكرك في كل سيرة ندعي ربي لك ثوابك، ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة بكتابك، ما يخيب اللي يحبك واعتذابك واحتضابك، دامك أنت يا إلهي فاتحا للكل بابك. مضبوط؟ الله مضبوط صحيح. أنا أهنيك مرة ثانية أخوي عبد الله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أنا أرجع وأقول لك تهنيني أنا يا عبد العزيز، مو تهنيه هو. أنت بلا لا أنا أهني ما شاء الله على السرعة، ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله. أنا لسه يعني أنفع مذيع معاكم ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنت أستاذ عبد الله الجامعة سوت شغل معاك أيام المحاضرات والدنيا والحق الدكتور فلان وكذا، الموضوع ما شاء الله تبارك الله. وبلا شك كلامك أكثر من رائع أخوي علي، أنا شهادتي فيك مجروحة بلا شك. بس إنه بس يا ذا البني آدم ترى يا أستاذ عبد الله ترى فيه غرور الرقيق، هذا اللي يسمونه الغرور الرقيق. الله على الوصف. لا حلو الغرور. طيب لا هو الغرور الرقيق يكون هو عارف قيمته. يعني كويس. هو بالعكس مصطلح حلو الغرور الرقيق. جدا جدا رائع. اي والله حلو حبيبي. هذه تبني عليها كذا. طبعا حاضرين احنا، بس لا تسرق الفكره الله يخليك علي، يعني تعرف يعني لازم براءة اختراع. طيب المهم، طيب الان الكلام الاكثر من رائع اللي سمعناه قبل شويه، هذا اللي قلت لي اللوحه الاولى. اي نعم. طب الان اذا تبغى اخوي علي توضح للساده المستمعين ايش الفروق اللي بين مثلا الاوبريت الغنائي والعمل الوطني اللي مثلا يكون اغنيه؟ في فرق طبعا كبير. دائما الاغنيه خلاص تكون فكره اغنيه 3 دقائق ونص 4 دقائق يتكلم في موضوع واحد، في وحده في الموضوع يكتبها الشاعر على اساس انه في وحده في الموضوع، تتلحن يغنيها، انتهينا 3 دقائق ونص 4 دقائق. لكن دائما الاوبريت يفرق تماما، يعني الاوبريت يكون في مجموعة من اللوحات، كل لوحة تحكي عن موضوع. يعني نقدر نقول ملحمة مثلا، ملحمة ممكن. لا ما نقول ملحمة، لا. المعنى مختلف تماما. الأوبريت هو يكون حوار في النص بين عدة عناصر، يعني قسم، يعني كل عنصر يكون في لوحة معينة. في الأخير لازم يكون في رابط بين اللوحات هذه 5 أو 6 يعني. اللي هي ما يطلق عليها مسمى الأوبريت بصفة عامة. ايوه الأوبريت من الأوبرا وكذا، يعني دائما يكون يعني عارف يكون في حوار يعني زي مثلا الآلات الموسيقية لما مثلا يقول لك دار الأوبرا يصير فيها اللي هم العازفين، يعني يمكن الأستاذ عنده فكرة في الموضوع هذا أكثر مني. يكون في حوار بين الآلات بلا شك. بالضبط. ايه فهي مأخوذة الفكرة من فكرة إنه يكون في حوار بين اللوحات. جميل جدا. طيب أنا حاسس إن الأستاذ عبد الله يعني الموضوع هذا عجبه أكثر. إيه نعم. هذا الموضوع هذا ولا نسمع برضو النص الأول؟ النص الأول والله نسمع بس. طب خلينا نسمع. لأن النص الأول أنا حسيت إنه قريب بالنسبة للأحداث اللي حاصلة يعني في الفترة الحالية. نسمع سمعنا أخوي علي. أوكي. يقول حنا يمينك كلنا اليوم سلطان، جعل البقى براسك يا ابو الشعب هونك، ما خاب من نايف عضيده وسلمان، عون الله ثم الشعب حولك وعونك، لا هانت دموعك ولا خاطرك هان، كل المصايب
لا هانت دموعك ولا خاطرك هان، على المصايب دون شعبك ودونك. ما مات من خلف وعامل بالإحسان، ما مات من قضى حياته يصونك. ما زال وأصبح كان، وندريبه وش كان، هذه الخلايق تدعي شوفة عيونك. الله الله الله، صح لسانك، صح لسانك. أنا يعني هذه تصلح، هذه إلقاء، وهذيك كأوبريت، عرفت؟ كيف يعني كيف أخوي عبد الله، كيف إلقاء يعني؟ هذه إلقاء، نعم، قصيدة بالمناسبة هذه. وهذا أوبريت تكلم عن الوطن وصحة المملكة العربية السعودية. زين، جميل. ففيها لين الحدث اللي حنا فيه هذا، يعني هو اللي مؤسس كل شيء. وبعدين لا تنسى انه هو اوبريت وفرصه لي ان انا لحنت هذا باخذ من باقي الاوبريت عشان اكمله. كان تدفعون، ما في كذا ناخذ. اشارك لعيوني يا حبيبي. طيب يعني انا برضو يعني لابد اني اكون في الاوبريت هذا ولا ما؟ اي طبعا. يعني وش رايك علي يعني؟ طبعا تمون اقدر اغني الاوبريت بالحالي؟ اي طبعا تعرف انا ما انا من رايي خلك لك لوحتين او لا، انا ابغى الخمسه كلها اخوي عبد الله. تعرف انا زي مدري ايش ما يحب فريك، كيف يقولوها هم؟ ايه ما انا زي الفريك ما بحب الفريك. طيب اذا قلت كذا بأصر عليك بعد شوي وتسمعني صوت. تصر ايش؟ إذا قلت كذا بأصر عليك، بقول لك خليني أسمع صوتك. ما عندك أي مشكلة، حنسمع ونغني مع بعض وندندن، بس بعد البريك، لأنه الشباب هنا قاعدين يأشرون إنه في بريك. حنطلع بريك أعزائي المستمعين ونرجع نكمل معكم هوانا فن مع ضيوف الكرام. رجعنا لكم أعزائي، ولازلنا متواصلين معكم في برنامج هوانا فن. ومثل ما قلنا في بداية مشوارنا معكم لحلقة هذا اليوم، إنه أنتم أيضا فيكم تتواصلوا وتشاركونا من خلال إبداء آرائكم حول ملامح العمل الغنائي اللي حيطرحه ضيوف في حلقة هذا اليوم على الأرقام التالية. لمشتركين الاس تي سي على الرقم 835252، ومشتركي موبايلي 636382، ومشتركي زين على 7320. 20 مرة أخرى أرحب بضيوف في حلقة هذا اليوم، وهم الملحن الأستاذ عبد الله البريكان والشاعر الرائع عبد الله علي الغامدي. حياكم الله ضيوفي. الله يبيك. هذه شو ثاني مرة تغلط في الاسم يا اخوي، انت غير اسمك. حاول. وش قال علي؟ الشاعر عبد الله الغامدي، واهلا وسهلا بك. انت عبد الله الغامدي وانا علي البريكان. لا انا قلت لحظة، انا قلت اسم الملحن صح، بس اسم لا صح مضبوط. علي انا يقولها بشياكة كذا، الشاعر الملحن علي البريكان والشاعر عبد الله. لا تقول الله يخليك، خلينا وجيت جمع الطوابع بعد علي إذا طيب، قبل ما نطلع البريك كنا قاعدين نتناقش حول إيش هو العمل، أو إيش هو النص اللي حنعتمده لحلقة هذا اليوم. فما أدري أخوي يا وطن. فما أدري أخوي عبد الله، أنت إيش رأيك في الموضوع؟ والله رأيي أنا يا وطن، نعم، لأن هذا يا وطن أوبريت وإن شاء الله هنكمله. وبعدين هو يعني شامل من موحد. جميل. هذا صح. هو أنا الموحد، وأنا هو بداية عن الموحد يعني، لكن إلى نعم إلى عهدنا هذا. إلى هذا العهد. جميل. إلى هذا العهد. جميل جدا. طيب طب هو ما في صعوبة أستاذ عبد الله بالنسبة لتلحين أوبريت؟ الأوبريت طبعا يختلف، عشان هو الصعب فيه مو صعب انك تلحن كل لوحه. الانتقال اعتبرها لوحدها. ما هذه هي الانتقال من كل لوحه لوحه. يعني قبل شويه اللوحه الاولى اللي ذكرها اخوي علي اللي يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك. طب علي تكمل لي بالله اللوحه الاولى. يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك، نذكرك في كل سيرة، ندعي ربي لك ثوابك. الله. ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة في كتابك، ما يخيب اللي يحبك، واعتزابك واحتمابك، دامك انت يا إلهي فاتح للكل بابك. الله صح لسانك. طيب هذه اللوحة الأولى
ايه اوكي طيب، على اساس انه برضو ضيق الوقت برنامجنا، حنناقش او حيكون كلامنا اكثر شيء على اللوحة الاولى. بالضبط، نعم يا ريت. جميل. طيب استاذ عبد الله، ايش المقام اللي انت ممكن تعتمده مثلا، او حتحاول انك تلحن عليه اللوحة الاولى؟ اللوحة الاولى انا طبعا تمثال الاوبريت، يعني بداية معروف التحية الموسيقى ذي. بعد كذا عندي الكورال يقول يا وطني ترابك واللي وحدنا وجابك، وحدنا ترابك حافظينك في غيابك. الكورال يقولها بشكل يعني يميل الى لون اسمه الجهاز العسكري، عرفت؟ حلو شويه. بعد كذا ابدا في الغنى العاطفي اللي هو يبدا المطرب هنا التطريب نفس الشيء موحدنا لكن بلحن اخر، يعني لحن عاطفي وكذا. نعم شويه. حلو. ايوه، وهكذا هي الصعوبه في الاوبريت، هي انك كيف التنسيق بين لوحه واخرى في المقامات وفي الكلام وفي يعني هذا الصعوبه اللي فيه. مش الصعوبه في التلحين، اعتبرها كل لوحه كانه اغنيه يعني. ولا بد انه تكون كل لوحه مرتبطه باللوحه السابقه اكيد. وعلى التعود، هي انا لحنت الحمد لله اوبريتات يعني اول اللي هو البريت اللي تكلمت لي عنه، اللي هو كان تعاون بينك وبين اخوي علي. اي عملت هذا، وعملت حق اسمه حق جدة ما شاء الله. جميل. حتى انا فله اوبريت، وعملت اول اوبريت نسائي اسلامي سويته في الجنادريه. ما شاء الله. اول واحد عملته انا. ما شاء الله تبارك الله. كل التوفيق لك استاذ عبد الله. كل التوفيق لك استاذ عبد الله. اهل الخير. الله يطول. طيب وبرضه الشاعر ايضا ما لابد انه انت ايش انا غلبان. لا اوكي على عيني وراسي. بس ايش رؤيتك للاوبريت، او انه انت هنا خلاص تنتهي مهنتك بحكم انه انا خلاص قلت الكلام فهنا الملحن، ولا انت لك رؤية اخرى؟ لا طبعا يعني اتابع التفاصيل مع يعني ما نفك الملحن الكاتب، ما يعني ما نفكه لحد ما يرتبون فنانين اصوات، لان احيانا يصير يعني تغيير او يجد شيء في العمل حتى من قبل الشاعر، يقول لا يا ريت المفردة هذه نغيرها بكذا. فطالما ان في عمل في ورشه عمل هنا يعني يتبلور الاشياء ويتطور وتبدا لين تكتمل. يا عيني يعني شوف يعني احنا اشتغلنا ورشات عمل كثير انا والاستاذ يعني قبل كذا. احنا الان برضو في ورشه عمل ترى على فكره على الهواء. لا وغير كذا. نعم. اي نعم. شوف امس كنت يعني ابغى استشهد على هذا الموضوع. انا امس كنت جلسه عمل مع الموسيقار الملحن الكبير عبد الرب إدريس. نوجه له تحيات. نوجه له تحيه. فحصل موقف ان في قصيده موزونه. فلما جاء يلحن اللي هو اللون الحضرمي، فالرجل سوى جملة خلف كل أضلاع القصيدة تماما. يعني سوى جملة في البداية اضطريت إنه كل بقية الكلام كل الكوبليهات اللي بعد المذهب إني أغيرها كاملة، لأنه عارف يعني في شيء يسمونه قصة كذا في يعني يقص الكلام من ضلع معين في الكلام. فتضطر إنه كل الأضلع اللي بعد كذا في الكوبليهات تخليها على نفس الضلع اللي هو قاص منه. فيصادف إن في كلمة ما يعني مثلا هو قص من حرف ألف أو من حرف واو أو من ياء، يكون في يعني الكلمة المقابلة لها في الكوبليه ما هي نفس الموضوع، فتضطر إنك تغير الكلام. فهذا صار أمس يعني كان التعديل في الموضوع. فالشيء هذا هو عارفه الأستاذ يعني أكيد يعني دائما يشتغل في المواضيع هذه، واشتغلنا إحنا يعني قبل كذا في أكثر من موضوع. في كلام يجي أحيانا ملحن نفسه سلس جدا، هذا يعتمد على الجرس الموسيقي هذا اللي يقال انه اي نعم. يعني انت تحط الكلام قدامك تلاقي نفسك لحنت بكل بساطه. هو ما شاء الله اخوي علي ما شاء الله يعني ما شاء الله نصوص على فخامتها، الا انه انا يعني النصوص سواء في الحلقه السابقه لما كان معي ضيف في احدى الحلقات او في النصوص اللي طرحها الان يعني ما شاء الله على فخامتها، الا انها مفردات بسيطه وسلسه.
وبعدين اذن موسيقيه الاخ علي. اي يا شيخ يجي منه هو علي. وبعدين على فكره ترى صوته حلو يعني، سمعني كذا مره يعني ما شاء الله تبارك الله. انا سمعته لما ردد، سمعت صوته. صوته حلو بس يبي له توضيح شوي. اي هذه انا هنا هو بيعلمنا كيف نكتب بيعلمني كيف اقول القصيده واكتبها، وانا حعلمه كيف يعني انا عندي ولحن ولا ما لحن عادي بس انت ممكن تهدد كبار فنانين يعني. اقول لك اكتب ولحن وغني وسوي مؤسسة إنتاج ووزع نفسك انت خلاص. من جد. واسمي نفسي أسير الليل وخلاص، ولا أسير لا أنت ابعد عن الأسر الله يكفينا الشر. ولا أي كلمة. خليك تعرف أخوي عبد العزيز، أنا ما أيد اللي يكتب ويلحن ويغني. إيه كلها في نفس الوقت. أيوة خليها يعني مرة. بيسمي اسم مستعار في الأخير. بس هي بس لأنه كله إحساسك أنت، الكلام واللحن، فلابد يكون هنا كذا يعني في اختلاف الأحاسيس. أي بس إنه الشاعر والملحن والمطرب، بس يعني هي ثلاث عناصر تكتمل. جميل. لكن الثلاثة كلها عند واحد. بس أحيانا يعني بس أحيانا عشان ما نهضم حق أحد ولا كذا، إن أحيانا يكون في إبداع الموضوع. أنت قلتها أحيانا، لكن في ناس ما في أحيانا على طول. وفي ناس ايوه وفي ناس ما تلحن الا نفسه، هم اللي لحنوا نفسه. فتلاقيه في الاول فعلا يعمل صدى ويصل الى نوع ما مستوى من الشهره، لكن بعد كذا واقف محلك لانه لا جديد. هذا المخزون اللي عنده موسيقيين، هذا هو ما يقدر يعني، لا بد من التعاون مع الآخرين يعني حتى تطور من نفسه. دائما التعاون يعني ينتج عنا يعني عمل رائع دائما يعني في أي مجال، سواء في الفن أو غير الفن يعني. أيوة حتى بعض الفنانين يعني أنا ألاحظ بعض الفنانين كلمة الشاعر فلان والحانه هو ويغني هو كله كذا. هو كل احنا ما علينا في احد الله يصلحهم. لا انا ما جبت اسماء بس انا ولا الله يوفقهم. انا ما لا هجوم الحلقه كلها هجوم. انا اتكلم بشكل علمي منطقي وليس اتكلم عن اشخاص معينه. يعني انت اخوي عبد الله تقول عطى الخبز خبازه، خلاص هذا الملحن بيلحن وهذا الشاعر بيقول القصيده وانت كفنان غني وخلصنا. هذا الطبيعي. بس والآن برضو يمكن توافقوني جميعا، الآن التوزيع برضو صار له دور جدا مهم. طبعا انت تعرف التوزيع ممكن يبوظ الأغنية كلها. بالضبط. وفي شيء ثالث بعد رابع مهم جدا، هو الميكس. بعد انت ما تسجل ويوزع العمل ويغني وكذا، يجي المهندس عشان يمكس العمل كله. بالضبط. ممكن يبوظ لك كل اللي انت تعبته ويطلع مولاك ما سويت ولا شيء. يعني لابد ليش دائما الملحن يحرص على انه ينفذ اعماله بنفسه، يشرف عليها لحد المكس. بلا شك هذا الملحن الناجح اكيد. في انا والله اكثر اعمالي يعني ان انا اللي انفذهم. طبعا بعد ما لحن اطلع انفذه ويجي المطرب او المطربين يركبون، انا موجود، والمكس هم انا موجود. ما شاء الله يعني ما شاء الله كثير من اعمال من اعمالك وتعاوناتك مع الفنانين، يعني مثلا سعد الفهد يا هي قويه من اروع الاغاني، طلال سلامه برضو اسال علي، وعد هذا اللي باقي، نوال ما يعيني، يعني ما شاء الله كلها اغاني لها وزنها وتدل بلا شك على التفاني في العمل، يعني هذا الشيء مهم. وقتها يا أستاذ حصلت على المركز الخامس مكرر كأفضل ملحن عربي. أنا لو منهم أعطيتك الأول على طول، ليش مكرر؟ لا والله العظيم جد. وفي الملحن سهم هو أخذ الثاني كسعودي، والباقي من لبنان من مصر. كل التوفيق لك استاذ عبد الله، وايضا ما يهون اخوي الشاعر علي. طبعا احنا الان بنطلع بريك، بس هنخليك برضو في الوقت هذا دندن الموضوع بينك وبين نفسك استاذ عبد الله، على بال ما نرجع من البريك ونسمع الجمله اللي حتطلع لحلقه هذا اليوم. متواصلين معكم اعزائي في برنامج هوانا فن، وضيوفي لحلقه هذا اليوم هم الاستاذ الملحن عبد الله البريكان والشاعر الجميل علي الغامدي. كذا كويس علي؟ مضبوط معي كذا صح. كيفني معك بس عشان ما تقول حارمك من شيء. بس انا لا مضبوط حبيب قلبي. حياكم الله ضيوف الكرام. طبعا قبل شوي كنا نتناقش قبل ما نطلع في البريك السابق انه
الأستاذ عبد الله، إيش الجملة اللي أنت اعتمدتها لتلحين هذا النص؟ أو اللوحة الأولى إذا فينا نقول. اللوحة الأولى طبعا هي بعد الإصرار والصفة. لوحة عاطفية شعبية. كأن الصوت بعيد، كأن الصوت هو الصوت بعيد فعلا. أيوه. طيب أجرب شوي. أقول لك هي جملة شعبية تقريبا. بسيطة يعني، عاطفية نوعا ما. هذا بعد الكورال وبعد الأشياء هذه. كده واضح يا أستاذ؟ أيوه أوكي كده. واضح كده ها؟ أيوه كده أوكي. أقول لك هي بعد الكورال كده هي جملة بسيطة. يعني بس هذا. بداية اللغة. وإن شاء الله. كده واضح؟ أيوه أوكي. الله يعطيك العافية، جميل جدا. بس أنا صوتك يا أستاذ عبد الله ما كان واضح. الصوت بعيد، أنا قلت لك من أول. العود واضح جدا بس الصوت ما كان واضح أبدا. ترى أقول ثاني مو مشكلة. طب أوكي، إذا اللحن مسك معاك من غير عود دندن لنا إياه كذا أوضح يكون أفضل. طب أوكي كذا واضح الصوت؟ كذا أوكي، كذا أوكي. يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك، ذكرك في كل سيرة ندعي ربي لك ثوابك، تذكرك في كل سيرة ندعي ربي لك ثوابك، وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة بكتابك، ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة بكتابك، ما يخيب اللي يحبك واعتذابك واحتمابك، ما يخيب اللي يحبك واعتذابك واحتمابك،
دامك انت يا الهي فاتح للكل بابك، دامك انت يا الهي فاتح للكل بابك، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك. الله 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 يعطيك الف عافيه. الله جدا اكثر من كذا وضوح ما فيش. الله الله يعطيك الف عافيه جدا جدا جدا. ايش رايك اخوي علي؟ يلا قول انت، لا تقول لي ايش رايك، غني يا اخوي. انت ما يعجبك العجب ولا الصيام في رجب، احنا قد نغني هم تقول لي لا ما ادري كيف. من البدايه خلينا. لا غني يلا غني قول. ان شاء الله يلا غني يا استاذ عبد العزيز. هو ايوه قول. ان شاء الله اذا سويت الجنادريه اذا كتبت انا ان شاء الله انت اول فنان اخليك تغني معي. حبيبي يعني انا اشكرك فعلا، بس لازم يكون اخوي عبد الله هو اللي ملحنها ان شاء الله باذن الله. عشان غني هذه يا وطن. بالعكس الموضوع اكثر من رائع. انا قاعد اسمع فيه شوشره بس ما ادري من عندي ولا من عند الضيوف. لا مو من عندي. اجل من عندي. علي كيف الصوت اوكي كذا؟ ايه تمام. طيب اوكي. طيب الان استاذ عبد الله كيف احنا قلنا يا وطن اسعد تراب كذا؟ ايوه يا وطن ايوه كمل. يا وطن اسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك، حافظينك في غيابك. اوكي. نذكرك في كل سيرة فيك. نذكرك في كل سيرة ندى ربي لك ثوابك، نذكرك في كل سيرة ندى ربي لك ثوابك، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجاب. الله صوتك حلو حبيبي بقوة بعد. والله خطير والله يا عبد العزيز. والله شفت تغني. اسمك حلو عبد العزيز عبد الرحمن. هلا يا ذا الليل عبد العزيز عبد الرحمن حلو الاسم كمان. ترى عبد العزيز يا استاذ عبد الله ترى هو يعني ترى فاز ستار اكاديمي وترى فنان جميل وصوته جميل وهو الفايز ستار اكاديمي و خطير يعني فني خطير. ايوه شايف كيف ترى ده انا مش اي بقى. ايه ترى عبد العزيز ايه صح عبد العزيز نعم حبيب قلبي يا استاذي. بالعكس انا استغربت اعرف واحد عبد العزيز في الستار اكاديمي لكن بعدين مذيع اكيد هو في كونتاكت الان بحكم انه انا برضو انضميت حديثا لشركه روتانا للانتاج الفني. برضو في عندي برامج على الاذاعه يعني من ضمنها هو برنامج هوانا فن. وفي عندي برنامج ايضا كل يوم جمعه. متى يجي؟ كل يوم جمعه بس هذاك يعني مختلف شويتين، هو مسابقات وكذا. بس انا معني اكثر شيء ببرنامج هوانا فن لانه استضيف العمالقه امثالكم بلا شك. عليك زود حبيب قلبي. لا والله حلو صوتك يا بس ما حوست ما عملت اعمال ولا شيء. افا الا انا اول اتكلم عنك عزيز الحين. معليش لا ترى العتب على السفر. حبيب قلبي. حلو العتب على السفر هذه. اوكي يا عزيز كلها بتاعت. لا سوى اغاني عزوز سوى سوى اغنيتين سنجل ما شاء الله. برنامج اعمل له سيرش بحث في اليوتيوب في اليوتيوب مسوي اغاني مسوي. لا انا شفته يغني في انا الشباب هنا في الكنترول قاعدين يقولون احس المقابله صارت معك انت في الموضوع. ايوه انت من الدمام اساسا ولا هلا من الدمام اساسا ولا لا انا من الرياض. انا الان في الرياض. بس انا اول بعد حصولي على لقب برنامج اللي هو برنامج ستار اكاديمي موسمه السادس اللي كان في 2009 اول عمل عملته كان ديو مع الفنان الكبير عباد الجوهر. ايوه كانت مناسبته وطنيه، هي كانت عوده المغفور له باذن الله صاحب السمو الملكي الامير سلطان ذيك الايام. فهذا كان اول تعامل. بعدها عملت اغاني سنجل وكذا وانضميت الفترة الحديثة هذه إلى شركة روتانا للإنتاج الصوتي. ما علينا أنا معني فيكم أنتم الآن. أنا خلوني على جنب. لا والله يا حرام يا أخي. لا أنت تغني الأوبريت خلاص. حبيب قلبي أنا مع أساس كذا في البداية قاعد أقول لأخوي علي بغني بالحالي. وعشان كذا هو قال يعني على فكرة أنا يعني المقدم عبد العزيز عبد الرحمن بس هذا اللي أعرف.
اي ما هذه يعني مو حلو انه اقول بس المفروض علي يتصل فيني يقول لي كذا عشان اعرف. المفروض انا اللي اقول ها طيب المفروض والله تصدق. لا بالعكس. لانك انت قلت معلش يا استاذ بس خليني انا اتكلم عنك يعني اعرف كل شيء. هو علي، خلنا نقول لك الان علي ولد هون يا استاذ عبد الله. كان ضيف معايا في حلقه من حلقات برنامج هوانا فن، وكان معانا الملحن محمد العريفي، طبعا نوجه له تحيه بلا شك. فبعد اللقاء هذا صار في كونتاكت بيني انا واخوي علي. شفت كيف يعني صار في كونتاكت بيننا وياه وصار في كلام وكذا بالضبط. لا شفت كيف. فالان انت خلاص الان برضو احنا صرنا كلنا مع بعض من الشله اكيد. كذا لحلك شيء جديد مرة. يطول لي عمرك يا استاذ، يطول لي عمرك. طيب على اساس احنا برضو وقت البرنامج يعني لانه وقتنا احنا ساعه ونص، فنرجع ندندن الموضوع مع بعض استاذي اللي احنا قلنا يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا هنا هذه هيك. أيوة. كيف حافظينك في غيابك نفس الجملة اللي قبل. يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك كذا. ايوه دلعها يعني هذا دي لعباتي بقى ما اقولكش يعني. ايوه نذكرك بعدين فيك نذكرك في كل سيرة، ندعي ربي لك ثوابك، نذكرك في كل سيرة، ندعي ربي لك ثوابك، يا وطن اسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا وطن اسعد ترابك واللي وحدنا وجابك. طيب ربي هذه الأرض أرض. ما هذا أنت ما شاء الله هنا كتبت بسرعة وأنا هنا ورطني أخوي علي يعني. ربي هذه الأرض أرضك، يلا اكتب معي. ربي هذه الأرض، لا تدفي أبوي. ربي يلا بسرعة الوقت. اللي مذكورة بكتابك، اللي مذكورة بكتابك ما تخيب، ما يخيب اللي يحبك، ما يخيب اللي يحبك، اللي يحبك واعتزابك واحتمابك، واعتزابك واحتمابك، دامك أنت يا إلهي. الله عليك. فاتح للكل بابك. بعدين نرجع يا وطن هذا يسعد ترابك كل واحد. الكلام طبعا أكثر من رائع، بس هنا في بعض السادة المستمعين على أساس ما حد يزعل علينا، بس في بعض الأخوان هنا يقول عبد العزيز ركز على النص الأول. يا وطن يسعد ترابك كل واحد، كله مشاعر. النص الأول اللي ذكر أخوي علي حق الأمير سلطان. إيه هذه من الآراء يعني من الآراء، بس إن الموضوع أكثر من رائع اللي هو موضوع الأوبريت هذا. بس إنه على أساس ما حد يزعل. وبرضه في الأخ أو الأخت سحاب خير، نوجه له التحية طبعا، كلك ذوق على كلامك حلو. نرجع لموضوعنا. توجه لي ولا توجه لك أنت؟ لا أوجههم إن احنا إنه يلحن وحنزله هداء تشوفون ان شاء الله. طيب هو الميزه في البرنامج انه البرنامج احنا قاعدين نطرح ورشه العمل على الهواء للمستمعين، وهم فيهم يعني يشاركوا انه والله النص هذا كذا، ان كذا ان كذا، فعلى اساس كذا انه في ناس تبدي ارائها في حول النص. مضبوط كلامك. شفت كيف؟ فالفكره جدا حلوه، وعلى اساس كذا انه تكون متواصل يعني الملحن والشاعر وايضا الفنان يكون على صله بالمستمع، خاصه انه الان ما شاء الله تبارك الله شريحه كبيره من المستمعين صاروا نقاد. اي طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله الناس صارت تسمع كويس وتميز. الاذواق ارتقت الى فصار ممكن انت تنقد وكذا. وبالعكس يعني انا ما ابخس اي احد بمعنى الكلام انه في ناس يعني ما شاء الله تبارك الله نقدهم بناء بغض النظر، يعني ما تحس انه هو له في الفن او شيء، بس ما شاء الله تبارك الله في ناس نقدها جدا بناء. طبعا نعم طبعا. هم المقياس الحقيقي اصلا، يعني هم اللي يحددون لك انت وين. بلا شك. اصلا اي نقد لابد انك تاخذه بعين الاعتبار وتراجع نفسك انت مع هذا. يمكن ما اقدر هو يوصل لك بشكل صح، ولكن انت لو رجعت نفسك تلاقي كلامه صح. اقول لك عزيز الحين ويقطع كلامكم، جاتنا رسالة من الصحفي الجميل الأستاذ صلاح البخاري، أنا نوجه له تحية. حبيب قلبي صلاح، نوجه له تحية. نوجه له تحية الأستاذ صلاح. الحقيقة الرجال مبسوط من اللحن، وأرسل رسالة يقول
أنا قاعد أغني معاكم، يعني مبسوط من يا أخي هذا واصل ما شاء الله عليه ومتابع. طبعا نوجه له تحية الأستاذ صلاح. أستاذ كبير. نوجه له تحية بلا شك. وما شاء الله برضو يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني لحن الأستاذ عبد الله سلس لدرجة إنه أنت قبل شوي أخوي علي تقول الأستاذ صلاح قال إنه قاعد يغني. إيه قاعد يغني يعني. أنا قلت لك يا أستاذ عبد العزيز، قلت لك في الأول هو جملة شعبية بسيطة يعني طربية، عرفت؟ لا توصل بسرعة، يعني لو جيت حتى يا هي قوية ترى لحنها شعبي عادي. الله يا هي قوية من أروع الأغاني اللي أنا شخصيا يعني جملة بسيطة، أحبك والقمر يشهد، جملة بسيطة. الله. طبعا أحبك والقمر يشهد هي من بدايات الفنان سعد الفهد. لا هذا أنا لحنتها طبعا، وكنت عملت ألبوم قال لك أبغى أغني أقنعني صالح الشادي، وغنيت هو الألبوم وخلاص انتهينا. لأن أنا مش مطرب أساسا، أنا عازف كمان، وبعدين في الأخير يعني ألحن. يا أخي ما شاء الله تواضعك جدا، يعني ما شاء الله أنا قاعد أشوف ما شاء الله تبارك الله إنسان أعمالك تشهد لك وتتكلم عنك، ولا زال التواضع موجود، يعني ما شاء الله. هنيك يا أستاذ عبد الله. الله يسلمك. ولا يهون برضو شاعرنا الجميل المغرور ذاك الغرور الرقيق. حبيب قلبي علي. طيب الآن احنا قلنا الجزئية الثانية اللي هي ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة بكتابك، ما يخيب اللي يحبك واعتزابك واحتمابك، دامك انت يا إلهي فاتحا للكل بابك. بعدين نرجع يا وطن يسعد ترابك. الله يلا نقول يلا حبيبي احنا خرجنا على الموضوع كثير قاعدين نسولف. لا هو مش خرجنا لأن الموضوع سهل. يعني كان سهل الموضوع. ايه الموضوع يعني لو كان الموضوع فيه صعوبة كان ركزنا الضوء عليه، بس الموضوع ما شاء الله تبارك الله أخوي عبد الله يعني ما شاء الله سهل. في موضوع ثاني طلبه عبد الله برضو اللي هو العاطفي كذا، يعني بيتين اعطيت يعني ما ادري اذا تبغون نقول شيء عاطفي نفس الاوبريت، يعني لوحة ثانية. لا يعني غير الموضوع هذا. اوكي مو غلط اذا في شيء مثلا في بالك معين مثلا. طيب سمعنا كذا. سمعهم هذه ما يخلي على الاقل حتى لو تسمعون. سمعنا. ولا مثلا نكون في الموضوع على الوطن عن كذا، ايش رايك؟ والله بكيفك يا بكيفك. إذا حابين تطلعوا مثلا فكرة عاطفية نسمعكم، إذا أنتم حابين. أنا يعني اللحن الآن أنا بالنسبة لي مسكت الموضوع يعني. أنا أبغاك تغني هذا ربي هذه الأرض. أي طيب أوكي نغنيها مع بعض أستاذ عبد الله على أساس إنه ما. طيب أوكي لا قلنا صار صوتي بالنسبة لك ولو يا أستاذي أيوة. ولو يا أستاذي بالعكس منكم نستفيد طبعا. قلت لك أنا موصل فقط لا غير يعني. حبيب قلبي يا أستاذي بالعكس أنتم أساتذة، وأنتم يعني اللي إحنا نحتذي وننهج ونسير على دروبكم بلا شك في هذا المجال اللي هو المجال الفني. أنتم أخبر وأسبق منا في هذا المجال، فعلى أساس كذا منكم نستفيد. الله يسلمك. حبيب قلبي يا أستاذي. سعد أعطينا إيكو، خلينا ندندن مع بعض الموضوع. طيب أوكي قلنا الآن حبدأ قلنا يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك، نذكرك في كل سيرة ندعو ربي لك ثوابك. نذكرك في كل سيرة ندعو ربي لك ثوابك، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا، ويا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة بكتابك، ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة بكتابك، ما يخيب كيف ما يخيب اللي يحبك واعتزابك واحتمالك، ما يخيب اللي يحبك واعتزابك واحتمالك، دامك انت يا إلهي
فاتحا للكل بابك ودامك انت يا إلهي، فاتحا للكل بابك يا وطن يسعد ترابك، واللي وحدنا يا وطن يسعد ترابك، واللي وحدنا وجابك. الحين سعد انت توك صح وعطيتنا ايكو، يعني قبل شوي قاعدين نغني كذا من غير ايكو ولا شيء. يلا مش مشكله، يلا الله ترى الجماعه ترى مبسوطين. عندي عايز تجيني في مسجات تجيني عزوز على الجوال. الحين جاتني برضو، جاني مسج برضو من الفنان يوسف باجبير، نوجه له تحيه. بلا شك مبسوط من يقول انا قاعد اغني معكم، يعني مو صلاح بس، حتى هو قاعد يغني يعني. شفت ميزه الجمله البسيطه؟ اي والله جمله بسيطه وحلوه والله، يعني هذه اول مره كذا يرسلوا لي الشباب على الجوال. انا اتعمد اسوي كذا عشان برنامج على الهواء عشان تحفظ بسرعه لا ما شاء الله تبارك الله استاذ عبد الله، انا هنيك مبدع 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 بلا شك، مبدع بلا شك. ولا يهون اخوي علي طبعا على المفردات الاكثر من رائعه. طبعا احنا اعزائي المستمعين حنطلع معاكم نطلع بريك، ونرجع نكمل اخر ربع ساعه من برنامج هوانا فن مع ضيوف الكرام. رجعنا لكم اعزائي في برنامج هوانا فن، وضيوف الحلقه هذا اليوم هم الشاعر الجميل علي الغامدي والملحن الرائع الاستاذ عبد الله البريكان. مساكم الله بالخير مره ثانيه ضيوف الكرام في اخر جزئيه. حياكم الله. اهلين. طيب الآن احنا كنا قبل شوية نتكلم عن لا إله إلا الله، موضوع بالضبط. الآن احنا لأنه تقريبا شارفنا على النهاية، بس أنا أبغى أسأل الأستاذ عبد الله، إيش تحضيراتك؟ إيش التعاونات الجديدة الآن؟ التعاونات الجديدة في عندي اسمه ما بالله أجين ما سمعت أستاذ عبد الله. أقول لك في عندي فهد البيسي وفي قلتها أنا في بعض القنوات سوالف حقت محمد عبد. جميل. أيوة. والفنان عبد العزيز عبد الرحمن. والفنان عبد العزيز عبد الرحمن نعم أكيد. أو في بعض الأعمال حق اسمه بعض الفنانات، وفي فنانة جديدة. والله في أعمال كثيرة الحقيقة يعني ما شاء الله تبارك. لكن إن شاء الله المفروض كانت 2011 لكن حيسمونها. كل التوفيق لك استاذ عبد الله. يعني انت تحرص انه تكون متواجد، لانه في بعض الملحنين مثلا يقل تواجده بعد ما يقدم مثلا اعمال وتعاونات كذا، تحس انه يقل التواجد. بس احنا هنا عبد الله البريكان يعني ما زال موجود، واعمالك يعني باذن الله ان شاء الله وتعاوناتك الجديده ستبصر النور قريبا بلا شك. نعم 2011 بالنسبه للاشياء العامه يعني قليله، كلها اشتغلت على الخاص، يعني انا مره كذا مره كذا. اكثر شيء 2011 اشتغلت على الخاص جدا. يعني ان شاء الله من بدايه من الان خلاص يعني بدات. كل التوفيق لك استاذ وكذا يعني. ايوه علاوي معك. ولا اقطع كلامكم، باقي وقت وتسمع جمله ثانيه ولا خلاص؟ والله هو باقي تقريبا يمكن معانا يمكن تقريبا 5 دقائق من الآن. لا خلينا ندردش يا جماعة ما يمكن. إذا بتسمعنا شيء كذا بشكل سريع ما في مشكلة. اللي يريحكم. يلا مو غلط، يلا سمعنا. أستاذ تقول؟ أيوة أعطاني كلام يقول تحملني إذا ودك. تحملني إذا ودك. يقول تحملني إذا ودك، وإذا مليت عادي روح. أنا أدري بأطباعي وعشرة مثلي مو سهلة. يبيلي قلب يفهمني وحب ما يزيد جروح. يبيلي عالم الوحدي غريب وشغلتي شغلة. الله. وصدقني إذا ناوي فراقي قلت لك مسموح، وإذا محتار وما تدري أنا مثلك أبي مفلح. الله الله تحملني إذا ودك. الله صح. هذا دندن عليها، هذه تصلح يعني عرفت بيتي. تحملني إذا ودك وإذا مليت عادي روح. أنا أدري بأطباعي وعشرة مثلي زي كذا يعني. هذه بلها شكشكة كويت يعرف. يعني شغل السوق الآن ولا؟ لا هذه شغل السوق بقوة يعني. حلو. والإيقاع كيف 3/4 على كذا؟ لا هذه خبيتي. لا 4/4 ثقيل. ايه 4 نعم. ما يمدينا نسويها 3/4 واخذها
يعني اي كلام ممكن يصير بالنسبه للإيقاع. الا اذا كان اللحن يحتمل التطريب نوعا ما، تحس انها فيه صعبه شويه كذا، كان سريع شويه. هو سمعني تحت الهواء، سمعني جمله قولها اذا فاكرها. شوف انا سويت حق كلمات الشيخ ناصر الصباح، سويت حق نانسي. طيب سمعنا. من قال انك تحس انت وحدك يا اناني، من قال انك انت اللي تعاني، زي كذا. طبعا الكلام انا لحنته، انا اعطيته يعني وصلته الى هذا الشعر، هو طريق يعطيه كذا. هذا الستايل حلو، يعني الدرامز والشغلات كذا، يعني شغل نانسي يعني هذه نانسي اخذتها. ايوه لا خلاص انا نانسي الحين ما نقول نانسي الحين، هنا في الفنان عبد العزيز بن عطيه عمل. لا انا اتكلم، هو اللي جاب الكلام هذا موضوع السوق. لا هو موضوع السوق، عرفت؟ موضوع السوق عبد العزيز هذا لابد شيء السوق، عرفت؟ بالضبط، لانه انا حريص الفتره هذه انه يكون في حاجه كذا. لما تعرف الاول انا ظهوري كان عمل وطني، بعدها كلاسيك، بعدها دخلت باللون العراقي على طول. فالان انا حريص يعني على انه اعمل حاجه كذا. هي السوق يعني مش ممكن اسوي لك مجرور ولا دانا ولا صح ولا لا؟ يعني هنا طق يعني نسميها طق احنا. ايوه شفت اغنيه واحد، هذا اللي باقي يديني دايم اخباله الله، ما يدري انك تغني الله طبعا يعني هذا حق سوق. حلو. انا حاخذ رقمك الان بعد ما من تحت الهواء، بعد ما نخلص نتفاهم على المواضيع هذه. بس الان كذا يطول لي عمرك يا استاذي. بالعكس الشرف لي، وانا اكون سعيد بهذا الشيء بلا شك. طبعا الان نرجع كذا بشكل سريع كذا، ندندن كذا الجزء الاول من لوحه الاوبريت اللي يا وطن. يا وطن اسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا وطن اسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، يا موحدنا ترانا حافظينك في غياب، ويا موحدنا ترانا حافظينك في غيابك، نذكرك في كل سيرة، ندعي ربي لك ثوابك، نذكرك في كل سيرة، ندعي ربي لك ثوابك، يا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، ويا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك، ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة بكتابك، ربي هذه الأرض أرضك اللي مذكورة بكتابك، ما يخيب اللي يحبك واعتزابك واحتمالك، وما يخيب اللي يحبك واعتزابك واحتمالك، دامك انت يا إلهي فاتح للكل باب، دامك انت يا إلهي فاتح للكل بابك، يا وطن هذا ترابك واللي وحدنا وجابك، ويا وطن يسعد ترابك واللي وحدنا وجابك. الله يعطيك ألف عافية. وأيضا حبيب قلبي الشاعر الجميل علي الغامدي، يعني أنا سعيد أنه كنت ضيوفي الحلقة هذا اليوم، وإحنا بلا شك حيكون في بيننا تواصل بإذن الله. طبعا أنا أشكركم في البداية، أشكر الأستاذ عبد الله البريكان. أنا سعيد أنه أنت كنت ضيف الحلقة هذا اليوم بلا شك. شكرا لك والله. أنا الساعة ونص هذه والله أنا ما أدري كيف مشيت بسرعة بالنسبة لي. إيه والله فعلا هو الأشياء الحلوة عادة ما شاء الله تبارك الله كذا بسرعة تروح. أشكرك أخوي عبد العزيز، وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج. يطول لي عمرك أستاذ عبد الله. الأخ هاني برضو يطول لي عمرك أستاذ عبد الله. وأشكرك على سعة صدرك وتحملني. حبيب قلبي أنا وأشكر أخوي علي برضو. حبيب قلبي بالعكس أنا شخصيا استمتعت، وأتمنى أن يكون السادة المستمعين استمتعوا معنا. المستمعين طبعا على سعة صدرهم. يطول لي عمرك. وأيضا أخوي علي كل الشكر لك حبيب قلبي، يعني أنت الآن صرت من حمام الدار مثل ما يقولون. حبيبي الله يخليك. مبدع وحتظل مبدع بإذن الله. حبيبي الله يخليك،
شكرا لكم ويعطيكم العافيه تحت الفرصه هذه، الفرصه ان احنا نسلم على الجمهور ونقول لهم يطول. ما له اعاده البرنامج؟ والله هو انا تحت الهواء حنتكلم بعد شوي. انا صح اي صح بالضبط، انه الحين قطع الكلام. لا لان الشباب هنا في برنامج فنضطر نطلع، فانا سعيد جدا ان انتم كنتوا سعيده، وشكرا لكم لتحت الفرصه سعيده ان احنا نسلم على الجمهور. يطول لي عمرك، وبالعكس احنا اسعد والجمهور اكيد اسعد انه يعني قدمنا معكم ضيوف الكرام ملامح عمل غنائي الحلقة هذا اليوم. طبعا أعزائي المستمعين أنا أشكركم على حسن الاستماع، وبإذن الله حنرجع نتواصل معكم بعد عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بألف ألف خير، وحج مبرور وسعي مشكور لكل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. أنا عبد العزيز عبد الرحمن أقول لكم دمتم بحفظ الرحمن، وتحياتي.